اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل وصفة حلوة جدا. انا هنا جبت مكرونة كده، حطيت مية تغلي على النار، وبعد كده حطيت فيها حبة ملح وسلقتها وصفيتها كده. ومعايا هنا كبدة بقى، حطيت عليها معلقة خل وركنتها. وده فلفل كده مقطعه لي الكبدة، وده توم على فلفل دقاه. ودي بطاطس كده، حطيتها في غسلتها كويس وحطيتها في مية وسلقتها. وبعد كده قشرتها عشان نعملها ايه، بطاطس مهروسة كده. هنزل بقى بمعلقة توم كده كبيرة على الكبدة، على الفلفل اللي احنا دقينه ده. هتبلها بقى كده حلو ايه الاول كده واركنها مع معلقة خل. وهنزل بقى في الكبة دي ببصلاية كده عشان صلصة المكرونة اهي. هنروح بقى على البوتاجاز، بسم الله الرحمن الرحيم، بقى حطيت حبة زيت هنا كده. وهنزل بقى بالبصلاية، اديها ايه لون ذهبي كده. هنزل عليها بس ايه بحبة ملح اهو. وهنزل بقى كده خلاص خدت اللون اللي احنا عايزينه. هننزل بقى بمعلقة توم ومعلقة فلفل من اللي احنا دقينه للكبدة ده. اديهم بس تشويحة كده حلوة. وهنا بقى حطيت زيت عشان نحمر بطاطس. وانا هنا بقى ضربت الطماطم كده مع حتة بنجر كده عشان يبقى لونها حلو، عشان تخلينا المكرونة ايه دي كده لونها احمر وحلو كده. او خلاص اديتها بقى التشويحة مع التوم كده. هنزل بقى بالطماطم. صلوا بقى على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. هنزل بقى بملح وحبة سكر عشان حمضت الطماطم، حبة السكر دول. وادي البطاطس بقى، وهنزل بملح. وانا بعد ما نزلت حبة فلفل اسود بس على الصلصة وخلاص على كده. هنزل بقى برضو بمعلقة توم كده مدقوق على البطاطس دي، وحبة زيت. وبظبط بقى الملح بتاعها، لو انا مش مكتره الملح في سليق البطاطس بحط حبة يعني كده. اهو ده بقى الزيت مكان البطاطس، محمرنا البطاطس كده. هنزل بقى بالكبدة كده بعد ما اتبلت بقى واتركنت شوية كده، مع معلقة الخل كده، معلقة كده واحدة بس، تديها طعم حلو. اقلبها بقى ايه، اديها صدمة كده في الزيت ايه اللي في الطاسة ده كده مكان البطاطس كده. وصلوا بقى على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. اكلة سهلة وبسيطة ما بتاخدش اي وقت. لو انتي محتارة بقى تعملي ايه اكل ايه، فايه بتبقى سهلة ما بتاخدش وقت. هننزل بقى بحبة فلفل كده حلوين على الكبدة بعد ما خدت صدمة حلوة كده، يعني ايه لما غيرت لونها. وانا حاطة حتة بس حامي كده، حتة كده صغيرة. وادي بقى الصلصة ايه تحفة جدا، اتسبكت خلاص اهي. هنزل بقى بالمكرونة. اكلة سهلة وسريعة ما بتاخدش اي وقت. طبعا الكبدة بقى ايه، انا في الاخر كده هنزل عليها بحبة فلفل اسود وحبة كمون بس و... وعصرة ليمون بس خلاص. وانا بطفي الليمون ده وانا بطفي. بص والله كانت حبة مكرونة زي العسل، والكبدة كانت تحفة جدا. هي لما تيجوا تعملوا الكبدة يعني ايه تزودوا الزيت شوية، هي بتبقى حلوة كده. تدوها صدمة كده الأول وبعد كده ايه زي ما عملنا كده. بقلب بقى المكرونة كده حلو. طبعا انا مظبطة بقى الصلصة فلفل وكل حاجة. فايه يا دوبك هقلب بس المكرونة فيها كده. والمكرونة لما تتحط قلبيها على نار عالية، يعني بتبقى احسن لما تتقلب على نار عالية كده، تسخن في ايه في النار العالية كده. انا بس بظبط لها الملح كده. انا حطيت بقى طبعا ايه حبة كمون وحبة فلفل اسود. فايه مش هحط اي توابل تانية، وهعصر بس نص ليمونة كده. انا خلاص طفيت كده، يعني خلاص هغرف الاكل خلاص. هي اخر حاجة بتعمل الكبدة عشان ما تسخن، يعني ما نسخنهاش بقى ايه خلاص بتعمل على التقديم على طول. وده كان غدانا بقى النهارده. ادي المكرونه اللي احنا عملناها مع بعض، حبه مكرونه والله زي العسل. وادي الكبده تحفه جدا. وانا حمرنا بقى بطاطس، واكله سهله وسريعه. وعملنا بطاطس مهروسه. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده. متنسوش بالاشتراك اللي مش مشترك، واللايك بتاعكم الجميل. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.